هذا محشوم على المواطنين، خصها تكون عندهم داك الحس ديال فهمتي البيئي، يحافظوا على النظافه ديالهم، يحافظوا على المكان ديالهم، حتى يحافظوا على البيوت ديالو، لان ما يمكنش يواري الازبال في البيت ديالو. وهذا راه البيئه، راه هذه الرئه ديالنا اللي كنتنفسوا بها، تنفس بها طنجه، خصو يحافظ عليها كيف يحافظ على نفسه وعلى وليداته. خصنا يكون عندنا هذا الاحساس هذا، خصنا نوعاو شويه. شنو ما علينا اننا كنجنيو على نفسنا وكنجنيو على البيئه وعلى الكائنات الحيه اللي كنا كتسمع عشناها، وهي اللي صالح الانسان. كلشي اللي صالح الانسان، حنا الانسان هو اللي كيدمر نفسه وكيدمر البيئه. نستحي قليلا. كنتمنوا من الناس ما يبقاوش يسيبوا الزبل بحال هكذا، راه حنا اللي كنتعذبوا وكنضربوا التماره صافي. اشنو كتقول الناس كتجينا الغابه ترتاح وهما كيخليو هاد الزبل هنايا؟ انا كما تقول لهم راه كل واحد كيسيبوا ماشي بحال خصهم كيما كيحتفظوا على الدار ديالهم، خصهم يحتفظوا هنايا، ما يسيبوش الزبل ديالهم هنايا. اذا حنا كنتواجدوا هنا في الغابه ديال مديونه، اللي هي غابه حضريه طبعا، معروفه بسميتو بالغنى ديالها، التنوع البيولوجي ديالها، التموقع ديالها اللي هو طبعا قريب من وسط المدينه. وطبعا هذه الغابه تم التهيئه ديالها، ولكن للاسف كما كنشوفوا انها طبعا في حاله سيئه، لا من حيث النفايات ولا من حيث يعني ان التجهيزات شويه مهمله، ما كاينش مرافق ديال الصحيه. وحنا كما كتشوفوا حاملين هذه الشاره هذه، بمعنى اننا حنا رغم اننا غير راضين على الحاله اللي موجوده فيها هذه الغابه، ولكن كنحاول ما امكن نديروا المساهمه ديالنا في التحسيس والتوعيه، ونتمناو حتى هذه الرساله ديالنا توصل للسلطات باش يتم طبعا اخذ بعين الاعتبار هذه الاشكاليه ديال هذه الغابه هذه اللي هي مهدده من جميع النواحي. كذلك كاين اشكال التوعيه كانت في اطار انه يتم تمرير الرساله بخطوره الحرائق، وان الحرائق عندها علاقه في الغالب ب 90% بالسلوكات ديال الزوار. طبعا من غير هذا كانت العمليه التحسيسيه على شكل يعني واحد الاستماره اللي فيها اسئله الى اخره، ثم كاين واحد الورشه للتدوير لان عندنا اشكاليه ديال النفايه. طبعا كنعطيهم بين الحلول انه يتم التدوير، كذلك يتم بالنسبه للاطفال وحتى بالنسبه للزوار يكون هذه الثقافه ديال اننا نكونوا في واحد المكان طبيعي، اننا نقوموا بانشطه مختلفه تتعلق بالتوعيه والتحسيس في نفس الوقت. اذا الطفل كيلقى راسو راه كيلعب وفي نفس الوقت كيستافد، وكذلك كيتم التحسيس ديالو بالاهميه، لان الانسان اللي ما عرف شي حاجه الاهميه ديالها ما يمكنش يبغيها وما يمكنش يحافظ عليها. اليوم كنستخدم واحد التطبيق من بلاي ستور اسمه بلانيت نت، يمكن نستخدموه بالفرنسيه او نستخدموه بالانجليزيه، كيساعدنا باش نيدونتيفيو لي بلون بالاسماء ديالهم. باغ اكزومبل هاد الورقه هذه خديناها من واحد الشجره، اي ابخي صورناها وكتعطينا لو نون ديالها. لو نون ديالها كيتقسم الى قسمين، اول واحد كيعطينا لو جونغ ديالها، دوزيامون كيعطينا ليسبيس ديالها، اي ابخي كيعطينا حتى الاسم ديالها العادي ماشي الاسم البيولوجي ديالها. وطبعا هاد لابليكاسيون كتشجع على اطفال ولا والدين باش تكون عندنا ثقافه بيئيه، كتساعدنا باش نتعرفوا على نباتات يمكن كنشوفوها ما كنعرفوش الاسماء ديالهم، طبعا باش نحافظوا على البيئه ديالنا، ويكون واحد وعي مجتمعي ماشي غير حنايا نعرفوا ناس اخرين على هذا التنوع البيئي اللي كاين. طبعا حنا متواجدين في غابه ديال مديونه، ونقدروا في الاخر لي زونفون كياخذوا في الاخر واحد بحال الفطر كيكون ريسيكلاج ديال اي حاجه كاينه في الدار. هذا دي كارطون خدمنا بالو كوردون، كاع الفطرات اللي عندنا في الدار غير زايدين قطعناهم، قطعنا وريقات منهم لصقنا لي فوي، عملنا ليدونتيفيكاسيون اي ابخي لي زونفون يقدروا يعقلوا عليهم. وهذا لاكتيفيتي من الافضل تكون الاباء مع الابناء، وهي كتساعد في التواصل ما بين الجيل القديم والجيل ديال دابا. اليوم كنتواجدوا في غابه ديال مديونه، تحدثنا على مخاطر الحريق وتلوث الغابه، وعملنا ورشه ديال اعاده التدوير، وكانت هذه الورشه هذه زوينه ومفيده بزاف.
تعطيني شي كلمه؟ تبارك الله ما شاء الله، هادشي ممتاز. نتمنوا ان شاء الله دائما تكون هذه المبادره هذه ونزيدوا لقدام ان شاء الله. ما فاز الا المشاة. هذيك شكون اللي يتكلم هنايا؟ شكون يتكلم؟ شكون الاستاذ اللي جا عندنا؟ نتشرف بكم وهذه فرصه سعيده وشيء في سبيل البيئه وفي سبيل مدينه طنجة. انتم حيدوا يدكم، انا نحسب انا نهرب. 3 2 1